كتير ناس كانت بتسأل أنت إزاي حفظت المواصلات العامة في القاهرة والطرق في مصر والقاهرة وكده يعني، اللي هو أنت إزاي وصلت لكده؟ وأنت ما بقالكش إلا سنة ونص في البلد بس. في الفيديو اللي فات أنا جاوبت ليه أنا أصلا بتعلم الموضوع ده وإيه الدوافع اللي خلتني أعمل كده، وفي الفيديو ده هقول لك إزاي. فلو ما شفتش الفيديو الأول شوفه وتعالى كده. مبدئيا يا صديقي في طرق كثيرة جدا ممكن الواحد إن هو يتعلم الموضوع من خلالها، ولكن أنا هقول لك بعض الطرق اللي ساعدتني إن أنا أتعلم الموضوع. أول وأهم طريقة واللي هتستغرب منها هي إن أنا أتوه في المكان اللي أنا عايز أوصل له. أيوه، إن أنا أتوه وأركب مواصلة غلط والتانية غلط والناس تسوحني يمين وشمال وأدفع بدل الأجرة تنتين وتلاتة وأربعة، بص يعني تخلص فلوسي. هو ده اللي بيعلمني، لأن أنا لما أوصل المكان مستحيل أنسى بيطرح له إزاي. بيبقى في عداوة ما بينك وما بين المكان ده، اللي هو أنا مش هنساك بعد كده. وعلى قول المثل الواحد ما بيتعلم ببلاش، فلازم تتقرص. فدي أول طريقة. الطريقة الثانية يا صديقي العزيز هي إن الواحد لما بيركب ميكروباص ما بيبقاش بس في نفسه، لا بيبقى يبص السواق لما بيدل الناس بيدلها فين، بيسأل السواق يا سيدي، وما فيهاش خجل أبدا أنت تسأل أي حد وتقول له أركب منين، أروح فين، أنا عايز أوصل للمكان الفلاني، أركب إيه. ولما تسأل ما تسألش واحد بس، لا اسأل على طول. يعني أروح محطة المترو دي منين، يقول لك هتركب عربية لحد هنا، امشي 100 متر واسأل اللي بعده أروح محطة المترو دي منين. لو قال لك نفس الكلام خليك على طول وامشي بعديها بشوية واسأل كمان حد، وهكذا لحد ما توصل. لأنك لو سألت واحد وسوحك هتضيع. فلما تسأل اسأل كذا حد وافضل مصحصح. برضه في طريقة مهمة وهي جوجل مابس. ايوه، انت لما بتحط ان انت عايز تروح من مكان لمكان بيديك خيار الببليك ترانسبورتيشن، واللي انا هحط لك صورة عليه دلوقتي، وده بيشرح لك المواصلات العامة اللي ممكن تروح فيها المكان. يعني مثلا ممكن يقول لك اركب محطة مترو من هنا لهنا، بعد كده انزل اركب اتوبيس او اركب ميكروباص او اتمشى شوية او. وفي حتة الميكروباصات هو مش دقيق 100%، لان انت عارف الميكروباصات ملهاش خط سير ثابت زي مثلا اتوبيسات هيئة النقل او المترو اللي ليهم خط سير ثابت بيمشوا عليه. فالميكروباصات ممكن تلاقيه سقط شويه، لكن عامه يعتمد عليه بنسبه 90%. برضه في جوجل مابس ممكن تبص على حوالين المكان اللي انت هتروحه، يعني تشوف اقرب محطه مترو، اقرب موقف نقل، اقرب شارع عمومي طويل كده ممكن انت تلاقي فيه ميكروباصات او اتوبيسات. انت رايح عباس مثلا، بص هتلاقي اقرب حاجه ليه طريق النصر، هتعرف على طول ان في ميكروباص بيعدي من طريق النصر لانه طريق طويل وعمومي، وبص بيربط البلد من شرقها لغربها. ولما تنزل اسال اركب اول عباس منين، اركب مدينه نصر منين، هم هيدلوك. وزي ما قلت لك ما تسالش واحد بس. اخر حاجه ممكن الواحد يقولها ان في جروبات كتير على الفيسبوك زي ازاي اروح شكرا، اللي هي الناس بتقول انا عايز اروح المكان الفلاني، اركب ايه ومنين وازاي. فانا ساعات بحب ابص الناس بتسال ايه والناس بترد عليها ايه، ويعني واحد بيستفيد. ممكن تلاقي مواصله انت بتبحث عنها، ممكن تبعت سؤالك على الجروب نفسه والناس ترد عليك. الفيسبوك عليه حاجات كتير ما تنساهوش برضه، لان الناس اللي بتعمل خير لسه كتير جدا. فانا اديني جاوبتك ازاي تعلمت الموضوع، واتمنى ان انا اكون افدتك يعني. فشير الفيديو، ولو ما شفتش